يا أهلا بكم متابعين فيلم طياري. قبل ما نبدأ الملخص هفكركم بدعمكم لينا باللايك والشير والاشتراك في القناة. بيبدأ الفيلم مع واحدة اسمها إنديا وبتكون نازلة من العربية وبتدخل الغابة، بس واضح إن إنديا مش متزنة نفسيا وبيكون في ورد قدامها وعليه دم، وهنرجع فلاش باك علشان نعرف اللي حصل. إنديا شخصية غريبة الأطوار شوية وعندها قوة في الحواس وبتقدر إن هي تشوف وتسمع حاجات أكتر من البشر، وبتكون عايشة مع باباها ريتشارد ومامتها إيفيلين. إنديا بتحب باباها جدا وأكتر وقتها بتقضيه معاه في الصيد. إيفيلين مش بتكون مستقرة نفسيا، وموضوع إن إنديا قريبة من باباها بيكون مؤثر جدا فيها. وفي عيد ميلاد إنديا 18 بتطلع على شجرة اللي موجودة في الجنينة بتاعت بيتهم وعايزة تشوف الهدية اللي باباها جايبها لها. بتفتح الهدية وبتلاقي العلبة فاضية لكن فيها مفتاح. ريتشارد بيموت في حادثة عربية وإنديا وإيفيلين بيحضروا الجنازة. وقتها إنديا بتلاحظ حد واقف من بعيد وبعدها بيمشي. بعد الجنازة بيروحوا البيت وإيفيلين بتخلي إنديا تدخل المطبخ علشان تساعد مساعدة البيت لأن في ضيوف جايين علشان العزاء. إنديا بتدخل المطبخ والخدامين بيتكلموا عن الحادثة بتاعت ريتشارد وبيقولوا إنه هو وقع من فوق الجسر وجثته اتحرقت في العربية. ومساعدة البيت بتدخل المطبخ وبتسكتهم وبتقعد مع إنديا وبتعرف منها إن هي فتحت الهدية ولقت فيها مفتاح ومش بتكون عارفة المفتاح ده بتاع إيه. إنديا بتطلع تشوف الضيوف ومامتها بتنادي عليها علشان تعرفها على عمها تشارلي وإنه هو على طول بيسافر وكان بيلف أوروبا. إنديا بتستغرب علشان أول مرة تشوفه وما كانتش تعرف حاجة عنه قبل كده، بس مش بترضى تسلم عليه وبتفتكر كمان شكله وبتعرف إنه هو الشخص اللي كان واقف من بعيد في الجنازة. بعدها إنديا بتطلع تنام وبتحط حواليها كل الهدايا اللي باباها كان جايبها لها في عيد ميلادها. وفي كل سنة كان باباها بيجيب لها جزمة هدية. إيفيلين بتاخد تشارلي بتوريله الحاجات اللي إنديا كانت بتصطادها قبل كده من الغابة، وريتشارد بيكون محنطهم كلهم علشان كان فخور بالصيد بتاع إنديا. إنديا بتنزل تاني للناس وبتشوف تشارلي وبتفضل مركزة معاه، ومساعدة البيت بتشوف تشارلي وبتتخض وبتقف تتكلم معاها. بعدها تشارلي بياخد باله من إنديا وبيمشي وراها وهي بتطلع بره البيت وبتدخل من الباب التاني وبتقعد على السلم وبتتخض لما بتلاقيه واقف وراها. وتشارلي بيتكلم معاها وبيقول لها إنه هيقعد معاهم في البيت فترة. إنديا بتكون ماشية في الجنينة وبتلاقي مكاريك مساعدة البيت، ومكاريك بتكون واقفة مع تشارلي في البيت وباينين من الشباك وبتقف ورا الشجرة بتسمعهم وهم بيتكلموا مع بعض. ومكاريك بتقوله إن هي عملت كل حاجة طلبها منها قبل كده وإنها كانت بتقوله التفاصيل على طول، وبتكون متضايقة من وجوده وبتقوله إن هو بيتصرف زي الأطفال. فبنفهم إن مكاريك المساعدة بتاعت البيت كانت جاسوسة وبتنقله الأخبار بتاعت البيت. إيفيلين بتقوم من النوم مش بتلاقي مكاريك في البيت وبتعرض على إنديا إن هما ينزلوا يخرجوا وياكلوا آيس كريم، لكن إنديا بترفض لأن المفروض إن هما في حداد على باباها. بس إيفيلين بتركب العربية مع تشارلي وبيروحوا هما يتفسحوا. فإنديا بتطلع الأوضة بتاعته وبتفتش في الحاجات بتاعته وبتلاقي نضارة الشمس بتاعت باباها موجودة معاه في الشنطة، وكمان بتلاقي هدية في الشنطة بس مش بتلحق تفتحها علشان إيفيلين وتشارلي بيرجعوا البيت. إنديا بتنزل لهم وإيفيلين بتعرف منها إن مساعدة البيت لسه مختفية ومش بتكون عارفة تعمل إيه في الأكل لأنها مش بتعرف تطبخ. وتشارلي بيقول لها إنه هو اللي هيعمل لهم الأكل وبيخلي إنديا تنزل تحط الآيس كريم في التلاجة. إنديا بتروح الأوضة اللي فيها التلاجة، المكان بيكون ضلمة فهي بتخاف وبتنور النور وبتحط الآيس كريم بسرعة وبتطلع. بيقعدوا ياكلوا سوا وإيفيلين وتشارلي بيكونوا منسجمين مع بعض في الكلام. وإيفيلين بتكون محبوسة في البيت ده بقالها كتير، وإنديا بتكون متضايقة وبتتعامل مع تشارلي بطريقة مش حلوة. ولما تشارلي بيتكلم عن ريتشارد إيفيلين بتتضايق وبتقوم، وتشارلي بيطلب من إنديا إن هما يكونوا صحاب. بعدها إنديا لما بتكون في المدرسة زمايلها بيتنمروا عليها علشان هي مش بتتكلم كتير وغريبة الأطوار. ولما بتخرج من المدرسة بتلاقي تشارلي واقف لها بالعربية بس هي مش بترضى تمشي معاه، فبتركب الأتوبيس وبتروح البيت وهو بيكون ماشي وراها بالعربية. وفي مرة إنديا بترجع البيت بتلاقي إيفيلين بتعلم تشارلي يعزف على البيانو وبتتضايق طبعا لما بتشوفهم. وإيفيلين بتروح بعدها تلعب تنس مع تشارلي وهو بيكون لابس الهدوم بتاعت ريتشارد ومعاه الحزام
بتاعه، وإنديا طبعا بتتضايق من كل اللي بيحصل. وبعدها جين عمة ريتشارد بتروح تزور إنديا وبيقعدوا كلهم مع بعض، وإيفلين بتكون متضايقة من وجودها وعايزة تعرف هي هتمشي إمتى. وجين بتسأل تشارلي هو موجود من إمتى في البيت. إيفلين بتقول لها إن تشارلي ساب كل الالتزامات اللي عليه في أوروبا وقاعد معاهم علشان يساندهم في أزمتهم. فجين بتتخض وبتستغرب علشان تشارلي قايل لهم إنه كان في أوروبا وهو بيقوم من قدامها. جين بتكون عايزة تقعد مع إيفلين على انفراد علشان تتكلم معاها، وعايزة تتكلم معاها بخصوص تشارلي، لكن إيفلين بتنفعل وبتحرجها وبترفض إنها تقعد معاها، وكمان بتكون معتقدة إنها عايزة تتكلم معاها عن الورث، وكمان متضايقة علشان عايزة تتكلم معاها عن وجود تشارلي في البيت. وتشارلي بيجيب تاكسي لجين علشان تمشي، وبيعرف منها اسم الفندق اللي نازلة فيه. وإنديا بتروح لجين وبتكون عايزاها تقعد معاهم، وجين بتديها ورقة في إيديها وبيكون فيها رقمها، بس بتديهولها من غير ما حد ياخد باله، وبتقول لها تكلمها على التليفون. وبتركب التاكسي وهي قلقانة، وبتخلي السواق ينزلها في فندق تاني جنب الفندق اللي قالت عليه لتشارلي. جين بتوصل الفندق مش بتلاقي تليفونها، فبتكلم الريسبشن في التليفون علشان لو حد لقاه. وإنديا بتنزل الأوضة اللي فيها التلاجة وبتطلع الآيس كريم وبتقعد تاكله. جين بتروح تتكلم من تليفون في الشارع وبترن على رقم بيت إنديا، بس محدش بيسمع التليفون. وإيفلين بتطلع الأوضة بتاعت تشارلي مش بتلاقيه فيها، وبتفتش في الحاجة بتاعته. في الوقت ده تشارلي بيوصل عند الكابينة اللي جين بتتكلم فيها في التليفون، وبتتخض لما بتشوفه وبتخاف. هو بيديها التليفون بتاعها وبيقول لها انه دور عليها في الفندق اللي قالت له عليه، واضطر بعدها يكلم شركة بتاعة التاكسي وعرف مكانها. بعدها بيقلع الحزام اللي لابسه بتاع ريتشارد وبيخنقها بيه وبيقتلها. في نفس الوقت ده إنديا بتفتح التلاجة علشان ترجع علب الآيس كريم، بتتخض لما بتلاقي الجثة بتاعة مكاريك موجودة في التلاجة، فبتفهم طبعا ان تشارلي هو اللي عمل كده علشان شافته معاها قبل ما تختفي. إنديا بتخلص المدرسة وزمايلها بيتنمروا عليها تاني وبيمنعوها تمشي، وزميلها بيتس بيستفزها وبيتكلم عن إيفلين وعن تشارلي، وهي بتروح بتضربه بسن القلم الرصاص وبتعوره في ايده. وزميلها ويب بيروح يمشيهم وبيبعدهم عنها وبيتأسف ليها عن اللي حصل. إنديا بتقعد تعزف على البيانو وتشارلي بيروح يعزف معاها وهي بتبدأ تتقبله. وبالليل إنديا بتنزل من أوضتها وبتشوف تشارلي وإيفلين بيرقصوا مع بعض، بتتضايق وبتجري وبتخرج من البيت، وتشارلي بيشوفها من الشباك وهي بتجري. وإنديا بتروح لويب عند المطعم، بتلاقيه واقف وبتاخده وبيتمشوا في الغابة. بعدها ويب بيتهجم عليها ولما بتدافع عن نفسها بيضربها. تشارلي بيروح لهم وبيكتف ويب، وإنديا بتكون متضايقة منه فبتضربه. إنديا بترجع البيت وهي مصدومة ومنهارة، وبتدخل تستحمى وبتفتكر اللي حصل. وبنعرف إن هي بعد ما ضربت ويب شدها من رجلها وقعها على الأرض وخنقها وكان عايز يقتلها، بس تشارلي اتدخل وخنق ويب بالحزام لحد ما خلع له راسه. بعدها أخد الجثة بتاعته وخلى إنديا تدفنها في الحديقة بتاعة البيت بتاعها. في الوقت اللي إنديا كانت فيه في الحديقة جنب الجثة، رنت على الرقم اللي جين كانت كاتباه في الورقة. سمعت صوت رنة التليفون من تحت الأرض وعرفت إن تشارلي قتل جين هي كمان. إنديا بتروح تسرح شعر إيفلين وبتقول لها إن هي شافتها وهي بترقص مع تشارلي، وبتسرح وبتفتكر باباها وهو بيعلمها الصيد، وبتعرف إنه علمها الصيد لسبب معين وأكيد علشان تقدر تدافع عن نفسها. بتقطع شعر إيفلين وهي سرحانة، وبعدها وهي بتنظف المكتب بتاع باباها بتفتش في حاجته وبتلاقي فيه درج مقفول بالمفتاح بس مش بتعرف تفتحه. بتجرب بقى إن هي تفتحه بالمفتاح اللي معاها اللي باباها كان مديهولها هدية في عيد الميلاد، والدرج فعلا بيتفتح وبتلاقي فيه صور لريتشارد ولتشارلي وكمان صور لأخوهم الصغير جون، وبتلاقي كمان جوابات كتيرة كانت تشارلي بيبعتها لها من وقت ما كانت صغيرة وكان بيتكلم فيها معاها وبيحكي لها عن الرحلات بتاعته وكمان كان نفسه يشوفها. فإنديا بتاخد الجوابات دي بتطلع بيهم على السلم، واحد منهم بيقع فبتوطي علشان تاخده وبتلاقي الجواب كان مبعوث من مصحة نفسية، وبتشوف باقي الجوابات بتلاقيهم مبعوثين من نفس المصحة، وبتعرف إن تشارلي بيكذب عليهم وإنه ما كانش مسافر والفترة اللي فاتت كان محجوز في مصحة نفسية. إنديا بتكلم الطوارئ على التليفون وبتكون واقفة عند الشباك الإزاز، وتشارلي بيكون في الجنينة
وبيشوفها وبيروح لها، فهي بتتراجع وبتقفل السكة لما بتلاقيه لابس نظارة الشمس بتاعت باباها، وبتشك إن هو اللي قتله. تشارلي بيدخل البيت بيلاقي إنديا مجهزاله شنطته، وبتقوله النظارة دي بتاعت باباها وكان لابسها وهو سايق العربية، ولو عمل حادثة أكيد كانت هتتحرق معاه في الحادثة. وبتقوله يمشي من البيت قبل ما مامتها ما تصحى، وبتكون عايزة تعرف إيه اللي حصل لجون. فتشارلي بيحكي لها وبيقولها إن ريتشارد كان بيحب جون جدا وكان دايما بيلعب معاه، وتشارلي ساعتها كان وحيد وكان بيتفرج عليهم من بعيد، ومن كتر غيرته من جون عمل له حفرة ووقعوا فيها وقتله. وبعد اللي حصل ده أهله دخلوه المصحة النفسية، وكمان اتبرعوا بمبنى قديم للمصحة دي وعملوا أوضة مخصوصة مريحة لتشارلي. وفي عيد الميلاد بتاع إنديا ال 18 تشارلي قرر إن هو يخرج من المصحة، وكلم ريتشارد علشان يروح ياخده، وريتشارد فعلا راح له المصحة وأخده. وبعدها وهما في العربية ريتشارد اداله المفاتيح وكمان المحفظة وكان فيها فلوس، وعطاله عقد الشقة اللي جابها له في نيويورك. تشارلي وقتها اتضايق لأنه مش عايز يعيش تاني لوحده وعايز يعيش مع ريتشارد وعيلته، بس ريتشارد رفض علشان خايف على عيلته وعلى بنته منه. تشارلي زعل ونزل من العربية وأخد طوبة خباها في إيده وركب تاني العربية مع ريتشارد وفضل يضربه بيها على راسه لحد ما قتله. إنديا بتتصدم من اللي حصل وبتضرب تشارلي بالقلم، وبتعرف منه إنه هو رجع البيت بعد كل ده علشان عيد ميلادها، وبيفتح الشنطة وبيطلع الهدية اللي جايبها لها. بيوصل البيت ضابط شرطة بيستجوب إنديا علشان اختفاء ويب. هي بتضطر تكذب عليه وبتقوله إنها كانت جعانة علشان كده راحت عند المطعم، وشافت هناك ويب بالصدفة فتمشوا مع بعض في الغابة وبعدها روحت. تشارلي بيتدخل وبيقول للضابط إنها في الوقت اللي رجعت فيه البيت كان هو بيتفرج على التلفزيون وقعدت تتفرج معاه. الضابط بعد ما بيمشي بيرجع تاني وبيسألها عن مكارك مساعدة البيت، بيعرف إنها لسه مختفية فبيشك فيهم أكتر وبيمشي. إنديا بتكون خايفة وتشارلي بيتفق معاها علشان يمشوا من البيت ويروحوا نيويورك. إيفلين بتكون واقفة من فوق وشايفة كل اللي بيحصل وبتفهم إن في حاجة غلط، وبتكون متشتتة ومتضايقة وبتحرق الحاجة بتاعت ريتشارد وبتروح تستحمى وتغير هدومها وبتنزل تحت. بتلاقي إنديا وتشارلي بيعزفوا على البيانو وبتروح تقعد في أوضة السفرة. إنديا بتروح لها وإيفلين بتتكلم معاها وبتكون مستغرباها وبتسألها هي مين، وبتكون متضايقة عشان المفروض تبقى بتحبها وقريبة منها. إنديا بتقوم وبتطلع أوضتها وتشارلي بيطلع وراها وبيقول لها تجهز شنطتها علشان شوية وهيمشوا، وبيطلع بعدها الإيفلين بيودعها بس هي بترفض اللي بيحصل، وبتعرفوا إن ريتشارد كان بيحب إنديا وفي عيد ميلادها أكيد ما كانش هيروح مكان بعيد، وشاكة فيه وبتقوله إن جين كانت عايزة تكلمها عنه ومن بعدها اختفت، وبتكون خايفة منه وبتقوله يبعد عنها هي وبنتها أو يا إما ياخدها هي مكانها، بس المهم ما يأذيش إنديا. وبيعرض عليها إنها تروح معاه وتسافر أوروبا ويسيبوا إنديا تعيش في البيت براحتها. إنديا بتجهز شنطتها وتشارلي بيتهاجم على إيفلين بيخنقها بالحزام وبينادي على إنديا علشان تيجي تشوفها وهي بتموت. إنديا بتروح له وبتطلع البندقية وبتضربه طلقة في راسه بتقتله. تاني يوم إنديا بتدفن تشارلي في الجنينة مع باقي الجثث، وبتلبس القميص بتاع مامتها والحزام بتاع باباها والنضارة وجزمة عمها الهدية، وبتاخد شنطتها وبتركب عربية تشارلي وبيكون معاها آلة حادة بتحط الشنطة فوقيها وبتمشي علشان تسافر. وإيفلين بتكون نايمة على السرير وعندها حالة صدمة، والضابط بيمشي ورا إنديا بيوقفها علشان سايقة بسرعة بس هي بتضربه بالآلة الحادة فبيهرب للغابة بيحاول يطلب المساعدة، وهي بتطلع البندقية وبتقتله والورد بيكون كله دم. وبعدها إنديا بتكمل رحلتها. ولحد هنا بيكون الفيلم خلص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة واستنونا في الملخص اللي جاي.